هو ايه يا جدعان الحكايه بالظبط؟ هو ما فيش في مصر غير محمود كهربا؟ محمود كهربا محمود كهربا، الواحد يصحى وينام محمود كهربا محمود كهربا، كله بيتكلم على محمود كهربا. كل جنيه يدخل للاهلي جمهور الاهلي يطلع ويقول محمود كهربا ورزق محمود كهربا. محمود كهربا مشكلته هو اللي قادر يحلها، لا الاهلي هيحل ولا الزمالك هيحل، هو عايز يحل مشكلته هيحلها. والنادي الاهلي ملوش علاقه بموضوع كهربا. النادي الاهلي كان هيدفع فلوس عقد كهربا وكهربا يحل مشاكله، وده مش كلامي، ده كلام النادي الاهلي. ونسمع كده عادل القيعي كان بيقول ايه على موضوع كهربا. الاهلي هيعمل ايه في ازمه كهرباء من وجهه نظرك؟ ازمه كهرباء القضيه؟ ما تفتحنيش في الحته دي بسرعه. ما تفتحنيش في الحته دي. معلش. اصل كهرباء لما سافر بره الاهلي لا دخل له، وصدقني من هذا الكلام واتقال له كده. ماشي. فاقحام الاهلي في المشكله لا، لكن هل كهرباء انت لما تطلب من واحد يدفع 2 مليون دولار يعمل ايه؟ لو انت الراجل مستحيل، هيعمل مش مستحيل. هيدفع منين؟ يبقى البديل انه يعمل ايه؟ مش هيسمح له باللعب. تمام. طيب هيعمل ايه؟ ايوه هتعمل ايه؟ انا بسالك. ما دي مش قضيه الاهلي. يعني هيعتزل يعني؟ دي قضيه كهرباء. طب الاهلي مش هيقف جنبه؟ الاهلي هيقف جنبه وقالوا له هنقف جنبك وهنعمل لك مش عارف ايه ونقدر نساعدك ازاي؟ الى حدود. انت بتتكلم في 2 مليون دولار. 2 مليون دولار. معنى الكلام ان النادي الاهلي ملوش علاقه بكهربا، كهربا عايز يحل مشاكله يحل مشاكله، ما حلش مشاكله اللاعب هيعتزل ومش هيلعب كوره. النادي الاهلي لو عايز يحل موضوع كهربا كان حله من بدري. النادي الاهلي مش شويه، النادي الاهلي اكبر نادي في مصر بل اكبر نادي في افريقيا، وعنده حقوق رعايه بالمليارات. مش ال 2 مليون بتوع كهربا اللي هيكونوا ازمه في طريق النادي الاهلي. لو النادي الاهلي عايز يحل ازمه كهربا كان حلها، انما النادي الاهلي سايب كهربا يحل مشاكله مع نفسه. فيا ريت الناس تنسى حوار كهربا ويسيبوا كهربا يشوف هيعمل ايه مع النادي الزمالك. وشكرا لكم.